النهارده هتكلم معاكم عن فن إدارة الأزمات. مين فينا في حياته ما مرش بأزمة في حياته عموما؟ مين فينا ما مرش بانتكاسة؟ مين فينا ما قعدش حيران وبيفكر وبيقول أحل مشكلتي إزاي يا رب؟ طب أعمل إيه؟ طب أروح لمين؟ أول حاجة تعمليها لما تتعرضي لأزمة إن انتي تواجهي نفسك بأسباب الأزمة الحقيقية. اوعي تجملي الأمور، وأول حاجة قبل ده كله لازم تلجئي لرب العالمين. تقعدي كده أول حد ولله المثل الأعلى تقعدي معاه في وقت أزمتك هو ربنا سبحانه وتعالى. اقعدي معاه، حط الأزمة بين إيدين ربنا، حط الأزمة عند ربنا في المقام الأول. صلي ركعتين واقعدي كلميه، قولوا له يا رب أنا في أزمة، والأزمة دي 1 2 3، والأزمة دي السبب فيها كذا والسبب فيها كذا، ولا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. أنا يا ربي تبرأت من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك. أنا ماليش حد غيرك، ماليش حد ألجأ له، أنت ملاذي وملجئي الأول والأخير. كلمي ربنا، طلعي كل اللي جواكي له. هو اكتر حد يؤتمن على المشكلة اللي عندك وعلى الأزمة اللي عندك. هو اللي هيديكي الحلول الصح، هو اللي هيلهمك بالصواب بالصح. أول حاجة فصصي الأزمة بتاعتك قدامك، حطيها كده، اتخيلي ان كأنك قاعدة على ترابيزة، والترابيزة دي بتحطي عليها 1 2 3. الأزمة اهي قدامي اهي. الأزمة من صفاتها انها بتيجي فجأة وبتبقى كارثية، وبتبقي ملكيش حول ولا قوة في حلها. عايزة نظرة رضا من عند ربنا سبحانه وتعالى. فالمفاجأة ممكن تخليكي تغلطي، ممكن تخليكي تتصرفي غلط لو انت ما لجأتيش لربنا سبحانه وتعالى. حطيتي أزمتك قدامك، حطيتي الأسباب بدون أي تجميل قدامك، لجأتي لربنا سبحانه وتعالى. خدي بالأسباب بقى في الحل. لو هي أزمة مالية، قولي أنا هطلع من الأزمة المالية دي إزاي؟ شوفي حلول، شوفي هتكلمي أختك، هتكلمي أمك، هتكلمي صاحبتك، هتكلمي مين. لو هي أزمة مالية وصعبة وانت مش معاكي مثلا المبلغ ده، وان حل الأزمة دي ان يدفع فلوس وانت مش معاكي، فبتضطري تلجئي لحاجات كتير. ممكن تلجئي الجمعية لو موجودة تقبضيها الأول، ممكن تلجئي تبيعي حاجة عندك، ممكن تلجئي على حسب الأزمة تلجئي لأختك، ممكن تلجئي لحد أمين انت مستأمناه وتقولي له ان انت محتاجة مبلغ معين لو هي مالية. طب لو هي أزمة مع الولاد في التربية في كده، برضو في الأول بتلجئي لربنا، وبعدين بتحط الأسباب بصراحة. أنا السبب في الأزمة دي، أنا ما علمتش ابني إنه يعمل كذا، أنا ما دربتش ولادي إن هم يديروا حياتهم من غيري، أنا عودتهم عليا ومعلمتهمش الدردحة في الحياة، فلازم إن أنا أعودهم. لو أزمة مع سن المراهقة بتاع ولادك، بعد كده هاتي كتب، الكتاب خير دليل. دوري على النت، ابحثي ازاي تروضي العاصفة اللي عندك دي اللي هي المراهقة. انت عندك سن مراهقة، المراهقة دي صعبة جدا، بتبدأ من الإعدادية، فلازم تحسي في ناس بقى عندها مراهقة مبكرة زي المراهقة المتأخرة بالظبط. فانت عندك ابنك اللي في إعدادي وابنك اللي في الجامعة، الاتنين عندك مراهقين، وده له أسلوب في التعامل وده له أسلوب في التعامل. فبتديري الأزمة على حسب هي ايه، بس واجهي نفسك بيها، واجهي نفسك بحقيقة الأزمة ايه عشان تقدري تحليها. هو انت تقدري تروحي تتعالجي
من غير ما تقول للدكتور انا بحس بكذا وكذا 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 وكذا، لا، يبقى هي الازمه نفس الكلام بالظبط. طب لو هي ازمه في شغل زوجك، اقعدي معاه، اتكلمي معاه، حطوا النقط على الحروف. طب انت السبب في الازمه دي، طب تحلها ازاي؟ تعالى نفكر، قربي منه، اعرفي دماغه فيها ايه. حاولي ان انت تدعيله، ادعيله كتير قوي قوي قوي. اتصدقي، ايوه رغم ان انت عندك ازمات ماليه بس تصدقي. تخيلي، انا سمعت مره حد بيقول ان كل ما يقع في ضائقه ماليه يجيب كيلو لحمه، حتى لو هيجيب ثمنه من حد، ويعمل عيش ولحمه ويوزع، فربنا سبحانه وتعالى يفرجها عليه. فمن الحاجات، اول حاجه كده بديهيه تيجي في دماغك وانت في ازمه، اتصدقي. يعني اتعاملي يعني لو انت مثلا عندك مشكله مع اولادك، عيني واحده صاحبتك انها ابنها يبر بيها، او انها تصلح علاقتها بابنها، او يعني خلي الصدقه بتاعتك من جنس الازمه اللي عندك. انا كنت بعمل كده، فكان ربنا سبحانه وتعالى بيفرجها وبيحلها وما بيضايقهاش عليا. لا قدر الله حد مريض، اتصدقي، او ساعدي في شفاء مريض بان انت تجيبي علاج لحد، بان انت تساهمي في مبلغ لدخول حد مستشفى كده. فاهميني؟ المصارحه، القرب من ربنا، اللجوء لربنا سبحانه وتعالى بكل كيانك، تلجئي لربنا. تقولي يا رب انا مهما كان مخي كويس ومهما كان الناس بتحبني وهتساعدني، انا ماليش غيرك. اصل الصحاب ممكن يتقلبوا في لحظه، اللي باقيلك رب العالمين. حتى الاخوات ممكن يتقلبوا في لحظه. خلي سندك واتكالك ولجوئك واتزانك بربنا سبحانه وتعالى، مش باي بشر. وحط في دماغك كده ان البشر اللي بيساعدوك دول اسباب، ربنا سبحانه وتعالى ساقهم ليكي في طريقك كده علشان ياخدوا بايدك ويحلوا الازمه، وده نتيجه لجوءك لربنا سبحانه وتعالى واخذك بالاسباب. اوعي تفتكري ان حد في ايده حل مشكلتك، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيسر لك الاسباب. اوعي تفتكري ان في حد يقعد مدى الحياه يحفظ سرك. فضفضي مع ربنا، فضفضيش مع حد. خديها قاعده كده. لو عايزه ايه، انا اعرف ان الصحابه كانوا بيطلبوا من ربنا كل حاجه، ما تستهيفيش حاجه انك تطلبيها من ربنا. لو حتى محتاجه ملح، كيس ملح، قولي يا رب، قولي يا رب، الجئي له. خلي فيه قعده نفسيه مع ربنا سبحانه وتعالى. ودي عملتها كتير قوي، مش عايزه اقول لكم نتيجتها ايه، غير بقى الاستغفار والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. والله يا جماعه بيخرجك من الضيق، من الضيق، من الضيق بالحاجات دي، اللي اوسع طريق بيخرجك من لحظات ما حد، بصي بتبقى الحاجه ميؤوس منها، وربنا سبحانه وتعالى بالاستغفار والصلاه على الرسول والدعاء يطلعك منها، والصدقه. الاربع حاجات دول اوعي تسيبيهم في اي ازمه، كبيره كانت او قليله، لان انا جايالك من تجربه. انا مش بحكي لك حاجه ممكن تحصل وممكن ما تحصلش، انا جربتها. انا بنت يعني ولادي لما كانوا يتعبوا، سبحان الله، انا كنت الاقي مثلا اروح اتصدق مثلا ب50 جنيه. 50 جنيه دي هي اللي معايا، والله ده حصل. 50 جنيه دي هي اللي معايا، رحت اتصدقت بيها. روحت البيت، بنتي كانت تعبانه وعندها دور وهي صغيره، كان عندها سنه ونازله كبيره معويه ومش عارفه ايه وحاجات من دي. وبعدين انا ماشيه بكلم نفسي، بقالي يومين بايته في المستشفى. فروحت اجيب غيار وبتاع، قابلني كده في الطريق وانا رايحه البيت حد غلبان يعني، او حد يعني بيقول لي حاجه لله ومش عارفه ايه. ما كانش معايا فكه خالص خالص خالص، ما كانش معايا غير 50 جنيه. والكلام ده انا بنتي دلوقتي في الجامعه، يعني الكلام ده من زمان جدا، يعني 50 جنيه دي مبلغ. فوالله انا طلعت ال50 جنيه واديتها له، وانا ماشيه كده بقول ايه، وربنا قال ان الحسنه
ب10 امثالها. فربنا سبحانه وتعالى هيبعت لي بقى مع امي، مع حد، قاعده اكلم نفسي كده وبقول الكلام ده، فمش مشكله. حتى يعني الاكل احنا هنقضيها، ما حدش له نفس كلام من ده، فانا مش محتاجه ان يبقى معايا فلوس كتير يعني. فرايحه اطلع غيار او لبس بقى عشان اخده معايا وانا رايحه المستشفى. بشيل المفرش كده، معرفش المفرش اتلم كده وانا بطلع اللبس من الدولاب، المفرش اتلم بتاع الدولاب، ببص لقيت فيه 500 جنيه متدكنين جوه كده. ايه ده؟ والله انا ما بكدب عليكم ومش محتاجه اكدب عليكم، انا لقيت ال10 اضعاف وحطاهم ونسياهم وطلعوا لي في الوقت ده. هو ربنا بيرد عليا؟ هو ربنا بيقول لي الحسنه ب10 اضعافها؟ ايوه تصدقي، ايوه امشي في الطريق ده، ايوه انا مش هسيبك. استغربت جدا، بس ما استغربتش قدره ربنا، هو قادر على كل شيء. ده موقف من المواقف. موقف تاني، انا زوجي كان في ازمه كبيره جدا ملهاش حل، والازمه دي استمرت سنه ورا التانيه وانا في الازمه. فجيت على اخر السنه التانيه كده قلت ايه، انا هواظب على الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الاستغفار. والله واظبت على الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام بكل الصيغ، بكل حاجه، مش بصيغه معينه، واخترت اسهل الصيغ. وكان بيجي عليا اوقات اقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد، واقول استغفر الله العظيم وادعي ربنا. سبحان الله، مفيش وقت عدى الا وكان ربنا سبحانه وتعالى فارج كرب جوزي، والحمد لله المشكله اتحلت والازمه اتحلت. ولو كنت من البدايه، بس لو بتفتح عمل الشيطان وظبط عليهم من البدايه، ما كانتش الازمه استمرت مده دي. ايه رايكم؟ اكيد لكم تجارب مع الازمات ومع الكروبات، واكيد كان لكم حلول وكنتوا بتلجأوا لربنا سبحانه وتعالى، او بتحلوها ازاي؟ عايزاكم تقولوا لي في الكومنتات. بحبكم جدا، وطبعا انا عندي في الازمات قصص كتيره جدا، لو عايزين ناخد العبره وتجارب كتيره جدا ونتكلم فيها، علشان جايز حد يقابله ازمه مشابهه او يكون محتاج ان هو يكلمني عن التجربه دي او انا اكلمه، يكتب لي في الكومنتات. بحبكم جدا حبايب قلبي، مع السلامه.